السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا سهلة جدا وبسيطة، مع تركات كده لو ركزتي فيها تطلع معاكي النتيجة مبهرة جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل التوست على الطريقة الألمانية. تمام، التوست على الطريقة الألمانية. اول حاجه جبت بوله عندي مغسوله كويس، وحطيت فيها كيسين من الخميره، وحطيت بمقدار معلقتين من السكر، وحطيت 250 جرام من الميه. تمام، 250 جرام من الميه عليهم 200 جرام من الدقيق، وهبدا ان انا اقلبهم بالشكل دوت. تمام، دي اول حاجه اللي هو العجينه اللي احنا عملناها ان احنا نخمر بيها الخميره. طيب هتقعد فتره قد ايه؟ هتقعد اقل حاجه 17 ساعه. ساعه مش دقيقه، انا مش غلطانه، لا 17 ساعه. الموضوع دوت ممكن يقعد معاكم لحد 5 ايام. تمام، يعني لحد 5 ايام سايباها كده، ما تقلقيش منها، مش هتبوظ ولا اي حاجه، وتعجني بيها العجينه بتاعتك. انا كده كنت بعملها قبلها بيوم، يعني العجينه اللي انا عملتها دي، او التخمير اللي احنا عملناه دوت، كان قبليها بليله. سبتها انا كام ساعه؟ سبتها 25 ساعه. 25 ساعة بالشكل دوت، مغطياها وسايباها في جنب دافي. بعد كده جبتها، حطيت عليها كيس خميرة كمان، وحطيت معلقة من السكر، وهبدأ ان انا احط عليها كوباية مية من كوباية مية من المية الدافية، وابدأ اقلبها زي ما انتم شايفين كده. يفضل الخميرة اللي هي الخميرة البيرة تكون 400 جرام، 20 في الاول و20 في الاخر، بس انا ما بعرفش اتعامل معاهم، ما اعرفش اجيبها منين، فانا حطيت الخميرة الفورية. تمام، وطلعت معايا النتيجة مبهرة الحمد لله. بعد كده رجعت حطيت كمية الدقيق، وحطيت معلقتين من الملح. طيب توتال على بعضه التخمير الاولاني بالتاني وكمية الدقيق كلها قد ايه؟ المفروض كيلو الا ربع. كيلو الا ربع من الدقيق. المية مش هقدر احددها، لان انا زي ما بقولك كل مرة، العجين بيختلف والدقيق بيختلف وكل حاجة بتختلف من مكان لمكان. بس انا عايزة العجينة بتاعتي سايبة خالص خالص، تلزق، بمعنى تلزق في ايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فضلت ان انا ازود على الدقيق بتاعي لحد ما بقى ملزق كده. هعجن فيه بقى لمدة 7 دقايق. لو انت عندك عجان، عيري المنبه 7 دقايق كده بتعجني فيها. الم واعجن، الم واعجن، الم واعجن، الم واعجن زي ما انتوا شايفين كده، وافضل بقى ايه اعجن بالشكل ده. تمام، اهو بالشكل ده كده. افضل بقى الم واعجن، الم واعجن، الم واعجن. هفضل بقى اعجن فيها كتير لحد ما اقول كده ان خلاص تمام، احس ان العجينه بتاعتي بقت تمام، وبقت يعني اتخدمت معايا، خدمتها صح وعجنتها كويس. بعد ما عجنتها لمده 7 دقايق هسيبها بالشكل دوت. بصوا بتلزق ازاي، انا عايزاها كده. هسيبها واغطيها واسيبها تتخمر. طبعا في الوقت الشتا دوت خدت معايا ساعتين، ساعتين لحد ما اختمرت معايا. بعد كده جبت رشة دقيق كده من على فوق، من على السطح بتاعها، وبدأت ان انا الم العجينة بتاعتي بالشكل ده. شايفين لسه قاعدة بتلزق. وبدأت ان انا احط لها دقيق والم، احط لها دقيق والم. طب ليه انا بعمل كده؟ علشان المفروض ان انا يعني هعجن فيها كمان. شفت الخطوة دي؟ ان انا هعجنها كأني لسه بعجن من اول وجديد. بعد ما اتخمرت ساعتين لازم اعجنها، اديها عجنة كمان كأني بعجن عجينة من اول وجديد. تمام، فبدات ان انا ارش الدقيق كده عشان تبقى معايا بس ماسكه شويه، مش قوي بس تبقى ماسكه معايا شويه، وابدا ان انا ايه اعجن فيها بالشكل ده. الم واعجن، الم واعجن، الم واعجن لحد بقى ايه ما عجنتها عجنه حلوه كده لمده مثلا 3 دقايق. وبعد كده بدات ان انا احطها. انا هنا عندي كانت مشكله ومش مشكله في نفس الوقت، بس اتصرفت عادي. انا ما عنديش القالب بتاع التوست، ما عنديش القالب بتاع التوست. فجبت الصينيه دي، قلت مش مشكله قالب، يعني المهم ان العجينه تبقى حلوه. فجبت الصينيه ديت، وحطيت فيها رشه من الدقيق، من غير زيت، من غير سمن، من غير اي ماده دهنيه خالص. الصينيه بتاعتي ناشفه، حطيت فيها رشه من الدقيق. تمام بس. وبدات انزل عليها بالعجينه زي ما انتم شايفين كده. شايفين العجينه بتلزق ازاي؟ هو ده القوام المطلوب. وحطيت العجينه كلها في قلب الصينيه.
يعني العجينه كلها في قلب الصينيه. لكن انت لو عندك قالب توست ممكن تقسمي العجينه على 2. بدات احط دقيق من على الوش وبدات اسوي بيها العجينه كده وافردها في قلب الصينيه عشان يبقى شكل متساوي من فوق. خلصت بقى بالشكل ده، بقت متساويه كده، بقت تمام. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هجيب هنفض بس الدقيق كده بالفرشه. بعد كده هجيب نقطتين من الميه بعتذر. هجيب بس نقطتين بالميه وبالفرشه كده وابدا ان انا ابل وش العجينه من فوق. طب انتي هتعملي الخطوه دي ليه؟ هبلها بس عشان لما ارش شويه السمسم واسيبها تختمر يلزق معايا مش اكتر. لكن لو انت مش هتحطي حاجه وهتسيبيها ساده مش مشكله موضوع الميه ده عادي. المهم بسيبها تختمر ربع ساعه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده برجع احطها في الفرن واجيب صينيه فيها ميه، احط معلقه خل بس عشان الصينيه متسودش عشان هي الومنيوم. وبحطها من تحت كده لمده نص ساعه الاولانيه. المفروض تاخد ساعة في الفرن. انا عشان الفرن بتاعتي حامية خدت ساعة الا ربع بس وكانت مستوية وتمام زي ما انتم شايفين كده. الوش بتاعها بيبقى بالشكل ده، يعني بيبقى واخد اللون البني ده وبيبقى ناشف ناشف، وبقية الاتجاهات بتبقى طرية وتمام. بصوا بقى من جوه ده كده لسه خارج من الفرن، يا دوب بس سيبته كده يعني يهدى شوية. لكن لما تسيبيها لتاني يوم هتبقى احلى واحلى واطعم. خدت معايا 3 ايام عقبال ما خلصت، بجد كانت تحفه 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 وطعمها زي اللي بره بالظبط. جربوها هتعجبكم بجد، توست توست الماني والطعم تحفه تحفه، عجب جوزي واولادي جدا جدا. جربوها هتعجبكم جدا. هنا بقى اولادي ما صبروش بقى، جبت المربى والجبنه وقعدت اعمل سندوتشات، مفيش صبر بقى، احنا ايه خلاص عملنا التوست بقى ايه نعمل سندوتشات على طول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا. طريقه بس ركزوا كده في موضوع التخمير، هي تركات التخمير بس هي اللي هتظبط معاكم وتطلع النتيجه المضمونه دي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.